طوبى لرجالك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. طوبى رجالك. فإذا كان الرجالة اللي بيقفوا قدام سليمان بيتقال عنهم كده، أمال الخدام اللي بيقفوا قدام ربنا يتقال عنهم إيه؟ يمتلئوا طبعا من كل حكمة وكل نعمة. ودايما أحب أقول كلمة كده بسيطة، إن من كتر وقوف قدام ربنا الصبي يصبح أحكم من شيخ، والشيخ يصبح قلبه أنقى من قلب طفل من كتر الوقوف المتواتر أمام ربنا. ودي يمكن أول رسالة، دي أول رسالة. طوبى لرجالك وعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك. طوبى للخادم اللي بيكتر من القداسات. وأنا بقول كلمة يكتر من القداسات. طوبى للخادم اللي بيكتر من القداسات. ويكتر ده تعبير كنسي أو تعبير كتابي مش تعبير أنا. يقول كده عن حنة أم صموئيل إنها وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب. في صموئيل الأول صح 1 عدد 12. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب. يعني الواحد فينا يكتر، وزي ما تقولوا كده أبو بلاش كتر منه. بس صدقني ده مش ببلاش، ده بكنوز، لأن هيجي وقت علينا الصحة هتضعف والنظر هيكل والأذن هتطن والأعصاب هترتخي، ويبقى الإنسان يشتهي يكون عنده خزين من القداسات والصلوات. وفي تعبير أنا بحبه دايما، طلبات الصلاة القديمة لا يمكن أن تنسى. ربنا بيحقق لك طلبات هي قديمة لكن بيجي وقت التحقيق ليها. فيش صلاة بتروح. إذا كان يعني بتسمعوا دايما الأنبا برسوم يقولك إن الهوى مليان كلام، والعلماء بيحاولوا يستجمعوا صوت السيد المسيح وكلامه. فإذا كان الهوى بيحتفظ بالكلام والمسائل اللي معانا دي بتحتفظ بالرسائل وأي مكان، فربنا ما فيش صلاة، ما فيش ايدين بتترفع وترجع فاضية أبدا 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 أبدا.